إنه المشهد المتكرر في مقديشو. مسلحو الحزب الإسلامي وحركة الشباب المجاهدين يقاتلون حكومة تحظى بتأييد دولي وإقليمي، وغير آبهين بالوعود الأمريكية من دعم مالي ولوجستي لهذه الحكومة. أعين معارضي الحكومة على القصر الرئاسي هذه المرة ليكتمل بذلك هدفهم في إفشال نظام زعيمهم السابق شريف شيخ أحمد، وليبدأ فصل جديد من فصول الصراع في البلاد. تداعيات هذه المواجهات المسلحة تضيف إلى قائمة النازحين والجرحى والقتلى الذي يزداد يوما بعد يوم. خلال الساعات الماضية استقبلنا 31 حالة إصاباتهم خطيرة، ويرقد في المستشفى حاليا أكثر من 280 من نساء وأطفال، والمستشفى مكتظ بالجرحى. قوات الاتحاد الأفريقي تبدو متورطة في إلحاق أضرار بالمدنيين، وهي تواصل جهودها لتعزيز الشرعية في البلاد. الكل يبحث عن الانتصار ضد الطرف الآخر، وهو سيناريو يستمر قرابة عقدين من الزمن، وكأن العالم نفسه يفكر في حل عسكري للملف الصومالي، لكن المراقبين يعتقدون بصعوبة أن تتغير الأوضاع دون تغيير طرق حل المشكلة. فهد ياسين، الجزيرة، مقديشو.